تحياتي واحترامي للجميع. معاذ محارب وعلى الطاولة، اسمين ارتبطوا ببعض منذ بدء البث التجريبي للقناة الإخبارية السورية، والحقيقة كان هو البرنامج الأكثر لفتاً للنظر والأكثر متابعة والأكثر أهمية والأكثر أيضاً اهتمام لدى السوريين ما بين المؤيدين والمعارضين ويمكن حرص المعارضين على متابعة هذا البرنامج أكثر حتى من المؤيدين، لأنه بيهمهم مو بس يعرفوا الأخبار أو النقاشات أو التحليلات، ولكن بيهمهم الالتقاطات، إنه كيف يلتقطوا ويصير عندهم مآخذ على التوجه الرسمي للإعلام السوري من خلال هذا البرنامج، من خلال مقدمه الدكتور معاذ محارب، من خلال أيضاً ضيوفه، ومن خلال الموضوعات الحقيقة الحيوية والهامة يلي عم تطرح، واللي هي الموضوعات الأكثر سخونة بالعادة. هلا بدنا نتحركش شوي بالدكتور معاذ، وهي الحركشة مو بالضرورة ذات طابع سلبي أو حتى ذات طابع إيجابي، هي حركشة موضوعية، حركشة معيارية. بدنا نحاول شوي نقيم هي التجربة اللي عمرها لسه أقل من سنة. أولاً، معاذ محارب كان عنده برنامج على قناة سوريا، وكان برنامج مشهور أيضاً ومتابع جداً. معاذ محارب كمقدم برامج مهني واحترافي أثبت أنه عنده الأدوات الكافية واللازمة، لأنه مو بس يقدم برنامج، لا، أنه يشد الناس، يثير الجدل، يأثر حتى بالناس، وهذا طبعاً إيجابي، ما في داعي نعلق عليه أكثر من هيك. ولكن لما انتقل إلى الإخبارية السورية، إلى القناة الرسمية والقناة الوحيدة اللي بتمثل الإعلام السوري حالياً، أثار الكثير من الجدل. نعم، وكثير من الناس اللي كانوا متحمسين له ويحبوه ويتابعوه صار لهم مآخذ عليه كثير. هلا نحن بنحاول نقيم هي التجربة بشكل موضوعي. أولاً، في بعض نقاط الارتكاز اللي بيشتغل عليها الدكتور معاذ محارب فيما يتعلق بانتقاء المواضيع، فهو مواضيعه لا شك إن الأكثر أهمية والأكثر حداثة. هو عم بيتابع، لأنه برنامج يومي، فعم يقدر يتابع البؤر الساخنة، ومباشرة يخصص حلقة من البرنامج على هذه المواضيع. ولكن في مجموعة من النقاط اللي نتمنى أنه تؤخذ بعين الاعتبار من قبل البرنامج وفريق الإعداد ومقدم البرنامج. أولاً، أهمها إنه الدكتور معاذ عم بيحاول دائماً يلعب دور الحيادي، وهذا مهم جداً، ولكن دائماً تحت الطاولة عم يتخبى الجانب الحقيقة الداعم للحكومة. بمعنى بيطلع بلحظة من اللحظات محامي الحكومة جوا شخصية المقدم. ما عم يقدر معاذ محارب يلتزم تماماً الحياد، وخصوصاً لما بيكون في استفزازات من الضيوف، فعم يطلع هذا المحامي فجأة وعم يلعب دور ببين انه منحاز للحكومة. ايضا الشيء المهم جدا اللي عم يتقدم انه عم يجيب معاذ محارب ضيوف معارضين، ومعارضين بالمطلق، معارضين حتى من الناس يلي هن في حالة عداء حقيقي مع السلطة الجديدة، وهذا شيء هام جدا جدا جدا. ولكن غالبا ما عم يعطي الفرصة
الكاملة لهدول المعارضين لحتى يتوسعوا بوجهة نظرهم، لحتى يشرحوها. في مقاطعات كثيرة وفي كثير من الأحيان كمان بتحس إنه في قمع للرأي الآخر، ولكنه قمع غير مباشر، قمع شوي متزاكي عن طريق إنه هو هذا الموضوع مثلا أو هذا التفصيل ما كتير لازم نوقف عنده، ما كتير لازم نحكي فيه لأنه نحكى فيه كتير، بينما في الحقيقة بيكون في محاولة قمع للرأي الآخر. فالضيوف المعارضين في هذا البرنامج مهمين جدا جدا جدا، والاستماع لهم وإعطائهم الوقت لطرح وجهات نظرهم مهما كانت مخالفة، هذا أيضا شيء أهم من شان يكون فعلا البرنامج كاملا على الطاولة، وما يكون في شيء عم يصير من تحت الطاولة. هلا إذا من شان ما يكون في ادعاء للحيادية ويكون في انحياز، لازم ينعطوا الضيوف المساحات الكافية وما يتقاطعوا وما ينقمعوا. وهذا بنتوقع إنه مع الأيام لازم يصير في عنا هذا التطور الإيجابي بهذا البرنامج. النقطة الثانية، تكرار الضيوف. هاي نقطة سلبية جدا على البرنامج. في ضيوف شبه دائمين، بيجوز يكونوا هن أهل البيت ولكن تكرار الضيف بهذا الشكل شبه اليومي أحيانا، وأيضا أنه في ضيوف بيجوا على كل المواضيع، هذا كمان شيء لازم يعاد النظر فيه. طبعا في ضيوف مهمين جدا عم بيجيبهم الدكتور معاذ تحديدا من المعارضين، وهذا لازم يتكرس ويكتر ويتأصل. ولكن الضيوف المدافعين عن الحكومة لازم يكون أيضا في تنوع كبير وهائل وما يتكرروا كتير، وخصوصا الضيوف الضعيفين. في ضيوف حقيقة عندهم من الضعف ما يكفي إنه عم بيكرروا كل مرة اسطوانة مشروخة، ما عندهم غير لغة اليقين، وإنه هن متأكدين تماما من اللي عم يقولوه، في عندهم قراءات مستقبلية حتمية. لغة اليقين ولغة الحتمية هي الحقيقة بتأثر بشكل سلبي جدا على أي رأي. هلأ في شيء أيضا مهم كتير، مثلا تعود الدكتور معاذ بشكل دائم يطرح على الضيف مثلا القضية المستفزة وينسبها إلى المجهول، لما بيقول يقولون ويقال وكما يقال وهكذا يقولون وهكذا يقولون وهكذا يقال. هي أيضا اللازمة بيستخدمها دكتور معاذ محارب كتير. فمن هم الذين يقولون؟ أنت كصحفي ما بيصير تعتمد على أقوال من إنه مثلا قالت خالتي هيك ولا عمتي ولا ابن الجيران. في برنامج مثل هذا ما بيصير نستخدم يقولون. لما بدنا نقول يقولون بدنا نقول من الذي قال، بدنا يكون مرجعياتنا واضحة جدا. طبعا هون فينا كمان ننبه الصديق العزيز معاذ على إنه أحيانا الواحد بيتأثر بدون ما ينتبه بشخصيات إعلامية أخرى. هلأ هون كتير مبين الأثر اللي عامله فيصل القاسم جوا معاذ محارب. صحيح معاذ له أسلوبه الخاص وله حضوره وله طريقته وكل شيء، ولكن تأثيرات فيصل القاسم تبدو واضحة جدا، وتحديدا في موضوع يقولون وهكذا يقولون، وأيضا في الصيغة العامة للبرنامج اللي عم تنقلب إلى اتجاه معاكس. كثير على فكرة من البرامج الإعلامية العربية
بدون ما تدرى أو سواء بقصد أو بدون قصد عم تنزلق باتجاه الاتجاه المعاكس. أنا هون ماني عم بحكي عن الاتجاه المعاكس قديش هو معاكس أو غير معاكس، يعني أنا بقصد أقول إنه تحويل الاستديو إلى حلبة مصارعة كلامية، ومنشان نعمل تشويق ومشان نعمل جذب ومشان نعمل متابعات أكثر، فأحيانا يروق للمذيع إنه يدخل الضيوف بهي الخناقة، لأنه هيك بيرسخ لدى المتلقي إنه بحلقة هذا البرنامج رح يصير في صراع ورح يصير في خنايق ورح يصير في، فبيزيد كمية التشويق الحقيقة لبرنامجه. فهي بعض النقاط المهمة على هذا البرنامج يلي عم يعتمدوا عليه أيضا لما بيصير في هفوات واضحة، عم يعتمدوا عليه المعارضين، سواء الهفوات من قبل معاذ نفسه. طبعا كلياتنا ما في حدا كامل، كلياتنا بنغلط وكلياتنا بنوقع بهي الهفوات، ولكن احيانا بتكون يعني مثلا بيكون في تشبيح بليغ على سبيل المثال، يعني شيء زائد عن الحد، بيكون في مديح زائد عن الحد على سبيل المثال، او في شيء ما له مصداقية كاملة، او في مبالغة من الضيف، او في يعني سذاجة احيانا من بعض الضيوف في تقديم آرائهم او في الرد على الآراء الأخرى. فهذا كله بيعطي مستمسكات للمعادين، مو بس المعارضين للحكومة الجديدة ولكن أيضا المعادين إلى وفي كتير من الأحيان بيكون هدول الخصوم السياسيين معهم حق، لأنه الدجة يعني الهبدة اللي بتنهبد أحيانا عم تنهبد بشكل صارخ يعني وواضح تماما. فنحن باعتبارنا ناس ما بيهمنا غير تطوير الإعلام السوري، مثل ما بيهمنا تطوير سوريا وتطور سوريا وإعادة إعمار سوريا والسلام في سوريا والأمن في سوريا، بيهمنا أيضا أنه هذا البرنامج اللي عم يتابعوه الحقيقة ملايين إنه يعيد النظر لحتى يكون دقيق أكثر، معياري أكثر، موضوعي أكثر، منفتح أكثر، وأيضا يخفف، لازم يتخفف في هذا البرنامج من حدة الملاكمة الكلامية. لازم ما يكون هو حلبة للملاكمة الكلامية أو الصراع الكلامي، ما لازم يكون همنا الأول والأخير الإثارة والتشويق. لازم إنه يكون هذا البرنامج فوق الطاولة فعلا، على الطاولة فعلا، لحتى يقدم المعلومة. الإعلام مهمته يقدم المعلومة ويحلل المعلومة، وليس أن ينحاز إلى طرف ضد طرف أو يقمع طرف ويعطي المجال لطرف آخر. فنحن ما زلنا يعني في مرحلة إعادة النظر وتصليح الخطى، وبعتقد أنه هذا البرنامج الهام جدا بمقدمه أيضا المتمكن وصاحب الأدوات الاحترافية، يعني بحاجة إلى إعادة نظر لعله يكون أكثر فائدة وأكثر دقة وأكثر موضوعية وأكثر معيارية، ويكون أيضا خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة بناء إعلام سوري يليق بسوريا والسوريين. تحياتي.